عايزة مطبخك يبقى زي الفل دايما وعلى طول ريحته حلوة. الفيديو ده ليكي فيه نصايح كتير هتفيدك في المطبخ، واخر الفيديو فيه هدية ليكي حلوة قوي، فاسمعيه للاخر. طيب ايه النصايح اللي احنا هنعملها عشان مطبخنا يبقى زي الفل على طول؟ اول حاجة مهمة جدا جدا، تخلصي من الكراكيب. ما تخليش المطبخ كل شويه دي علبه حلاوه، طب خليها، ده برطمان مش عارف ايه، طب خليه، طب مش كل ده بيجيب حشرات وبيكركب ومبيبقاش بيخلي مكان زحمه على الفاضي، فارمي على طول. طيب نقطه تانية، باسكت الزباله اعزكم الله، ده لازم كل يوم بالليل تروحي شايله الكيس ورمياه وغسله الباسكت وسايباه يتهوى. ما بلاش تحطي فيه كيس تاني علشان تسيبيه كده يتهوى، يا اما تدخليه بلكونه او تسيبيه من غير ما يكون موجود فيه كيس، ده يكون افضل. لما تكوني بتنضفي فراخ او لحمه او حتى تنظيف الخضار او اي حاجه، بلاش ترميها مباشره في الباسكت، حطيها في كيس. خصوصا تنظيف اللحمه والفراخ حطيهم في كيس واربطيه وبعدين ارميهم في باسكت الزباله، لانهم بيعملوا ريحه سيئه جدا جدا. مجرد بس ما تيجي ترمي حاجه تانية بعدها بتلاقي الريحه راحت طالعه جدا من باسكت الزباله. نقطه تانية مهمه وكتير مننا بيغفل عنها او بيبقى هلكان وتعبان ما بيصدق اصلا ان احنا خلصنا الغدا وحطيناه، احنا لازم نغسل المواعين على طول وهي سخنه كده. زي ما بيقولوا خلصتي الاكل اغسليهم على طول ورصيهم. ولو انت عندك غساله اطباق يبقى ترصي على طول في الغسالة وتشغليها. ودايما دايما الاطباق اللي موجوده في الغساله بعد ما الدور يخلص ترصيها على طول، لان احنا لما بنيجي نفتح الغساله علشان نرص فيها الجديد ونلاقي فيها المغسول لسه ما ترصش بنكسل ونتقاعس ومش عارف ايه، فاحنا على طول نرص اللي في الغساله في المطبخ علشان نغسل المواعين على طول. طيب الحاجات اللي انت بتنضفي بيها جوه المطبخ لازم تكون محطوطه مع بعضها في مكان واحد وتحت ايدك وفي مكان محدد انت عارفاه، بدل ما تقعدي تدوري على الكلور فين ده، البريل فين ده، مش عارف مين. تجيبي الحاجات البلاستيك دي زي ما انتوا شايفين كده وتحطي فيها كل حاجه، دي هتريحك جدا. وتبقي حطها مثلا تحت الحوض، حطها في اي مكان انت عارفاه، وكل حاجتك محطوطه فيه. يوم ما بتيجي تخشي المطبخ عشان تنضفي فتروحي مطلعه المقسمات دي وتروحي مطلعه الحاجات اللي انت عايزاها منها على طول، عشان ما فيش حاجه تبقى ضايعه منك. طبعا ممكن تجيبي اكتر من واحده، ممكن يكون مش هي دي بس الحاجات اللي عندك اكتر من حاجه، فتجيبي مثلا 2 أو 3 يبقوا تحت الحوض وحاطه فيهم كل حاجه. طيب بعض الحاجات التانية المفروض تكون موجودة في البيت في المطبخ عندك عشان تسهل عليكي. مثلا احنا لازم بعد ما بنخلص بنروح منضفين الرخامة ومسحينها ويعني بكلور او بمعقم او حاجة زي كده، فبالقماشة ونعصر فده بيبقى مجهد ومرهق علينا. فنعمل ايه؟ في بعض الحاجات اللي المفروض انها تكون موجودة عندنا وهتسهل لنا ده جدا. المساحة الصغيرة دي تروحي مسحة بيها، جايبة بيها الرخامة على طول كده، دي هتريحك جدا. وبرده دي للإزاز لإزاز المرايات وكل حاجة هتلاقيها مريحاكي، أفضل من انتي تقعدي تدعكي بإيدك وظهرك هيوجعك جدا. بعض الحاجات اللي لازم تكون موجودة عندك برضو الفرشة دي، علشان وانتي بتنضفي الازايز او بتنضفي الحاجات الصعبه ان انتي تدخلي ايدك فيها فتروحي مدخلاها. كان ليها واحده صغنونه هنا بنتها وقعت، بس هي مفيده ان انتي بتدخليها في الاماكن الضيقه. طيب ايه تاني؟ بعد ما بنخلص الحوض احنا لازم نروح منضفين الحوض وغاسلينه كويس ودعكينه دعكه حلوه. طب هندعكه بليفه الحوض؟ لا مش هندعكه بليفه الحوض، هندعكه بدي، ندعك بيه الحوض كده. وهي اصلا دي بيبقى ليها مكان بنحط فيها المسحوق او الكلور او كده. على فكره دي مش للحوض بس، انت دي ممكن تدعكي بيها الانتريه، بس بلاش الانتريهات القطيفه لان ممكن يعني ينسلها ويخليها مش كويسه. لو في منها الكبيره دي ممكن تستخدميها. فدي بعض الحاجات اللي بتكون موجوده عندنا بتسهل علينا. طيب ايه تاني نعمله في المطبخ علشان يبقى امن وصحي ونظيف؟ اللي في المواعين ايا كان النوع اللي انتي بتستخدميه وسلك المواعين، التلاتة دول لازم تغيريهم باستمرار ما لا يقل. مثلا يعني انا قايله لك 20 يوم، ولكن هم في الدراسات اللي عاملينها المانيا وبريطانيا ومش عارف ايه، والدراسات دي كلها بيقولوا كل 7 ايام. انا عارفه ان انتوا هتقولوا ده ليفه المواعين دي غاليه جدا، بس على الاقل يبقى كل 20 يوم. ليه؟ لان هم قالوا في الدراسات اللي عملوها دي ان ليفه المطبخ
ليفة المطبخ بتحتوي على عدد كبير جدا من الجراثيم والبكتيريا تفوق اللي موجودة أعزكم الله في الحمامات، وبتعمل بعض المشاكل الصحية الكبيرة وبعض الجراثيم اللي تسبب في السالمونيلا والحاجات دي كلها. فليه يا جماعة؟ بعد ما نخلص خالص يبقى المطبخ اتقفل بالليل، نروح احنا غسلينها بميه سخنه ودعكنها كويس وعصرينها، تروحي انتي عصراها كويس جدا وتسيبيها في الهواء. يعني تسيبيها يا اما مثلا على شباك المطبخ او تسيبيها على الرخامه عادي، تقلبي العلبه اللي انتي بتبقي حاطه فيها مسحوق تحطيها فوقيها، لكن ما تبيتيهاش في الميه والصابون خالص. اولا بتاثري عمرها وبتبقى بتتهري بسرعه، خصوصا لو الميه دي فيها كلور بتلاقي السفنج ده اتهرى بسرعه وبقت يعني حاجه بسيطه خالص ما بتعملش معاكي. ثانيا البيئه اللي بتبقى موجوده فيها دي، مكان غسل المواعين والاطباق والكلام ده كله، بتبقى بيئه مليانه بكتيريا، فانت تغسليها بميه سخنه وتنشفيها خالص، تعصريها وتروحي سايباها. طيب نقطه مهمه تانية كمان جدا جدا، سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو امرنا ان احنا نكف انيتنا بالليل ولا نتشبه باليهود. عندك اكل بالليل باقي، تروحي معبيه كله في علب بلاستيك ومدخلاه الثلاجه، ما تسيبيش حاجه بره اطلاقا. اولا دي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاكل ممكن يحمض وتخسريه، وانت تكوني مثلا عامله حسابك انك هتعملي الاكل ده ليومين، فتدخليه التلاجة على طول. طيب ايه تاني؟ لو انت عندك ترابيزه في المطبخ بتاكلوا عليها وحاطه عليها مفرش ده كل اسبوع لازم يتغسل، سواء كان من المفارش البلاستيك او من المفارش اللي هي المعروفه يعني انها قماش او كده. لازم كل اسبوع تروحي شايلاه غسلاه مع ستاره المطبخ، لو انت حاطه ستاره في المطبخ، لانها بتبقى اتزيتت تماما يعني. طيب الحوض عندك ممكن يكون بيتكتم او حاسه ان هو مش نظيف او كده، تعملي بقى الخلطه دي اللي هي بيكنج صودا مع ميه مغليه، وتروحي ايه حطاهم في وسمي الله طبعا وانت بتنزلي ميه مغليه في الحوض، وتدعكي الحوض بنص ليمونه مع البيكنج صودا، هيخلي الستانلس منور حاجه كده يعني تحفه. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ الحقيقه حاجات كتير جدا. الفوط اللي احنا بنستخدمها في المطبخ، الفوطه اللي انت يعني بعد ما بتدعكي البوتاجاز وتمسحي وتعصري، الفوط دي لازم يوميا بعد ما تكوني شطبتي المطبخ خالص، يعني وانت بتعملي الحركه بتاعت الليفه اللي قلت لك عليها، حركه الفوط دي، تروحي نقعيهم في حبه كلور وصابون وتدعكيهم كويس وتروحي عصراهم ونشراهم. كل يوم تعملي الحركه دي، ما تقوليليش انا بنسى او بتعب، والله صدقوني الموضوع ده مهم جدا صحيا الاول وبعدين نظافه، لان قطع القماش دي سواء كانت انت جايباها اصلا متخصصه للمطبخ او هي اقمشه يعني قديمه، تيشرتات للاولاد او كده، فبتعمل ريحه وحشه قوي وبتكون بتكون جراثيم. طيب بعد كل ده انا تعبت جدا وهلكانه وعايزه حد يساعدني في البيت ومش قادره، وباجي انام على السرير بحس ان انا متدمره. الهديه بقى اللي انا كنت بقول لكم عليها في نهايه الفيديو، السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما راحت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له إنها تعبانة ومجهدة وتطلب منه خادم، فهو دلها على حاجة خير من الخادم. قال لها إيه؟ أول ما تيجي تنام عند النوم تعمل إيه؟ تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. ده افضل من الخادم وافضل من 100 مسكن وافضل من اي حاجه نقولها واحنا داخلين ننام. ان شاء الله تقومي تاني يوم الصبح زي الفل. واهم حاجه نخلص النيه واحنا بنعمل كده في البيوت، لان اي حاجه بنعملها بنؤجر عليها بنيتنا، فانت احتسبي ده عند الله ان انت حسن تباعل للزوج، برع رعيتي اللي انا هحاسب عليها، ونيتي ان انا احافظ على البيت يكون نظيف واولادي يكونوا في بيئه صحيه نظيفه وحلوه وامنه، وان انا كمان اهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاجات كتير عددي بقى النوايا من جواكي علشان تؤجري كمان على التعب اللي انت بتتعبيه. يا رب دايما بيوتنا كلها تكون ريحتها حلوه ونظيفه. واخر حاجه بسرعه قبل ما انسى، لو انت قاليه سمك او عامله حاجه ريحتها مش حلوه في البيت، طول ما انت في المطبخ حله على النار فيها قشر برتقان او قشر ليمون او اي حاجه من الحاجات دي او عودين قرفه او قرنفل، هيطلع الريحه دي. بعد ما تخلصي هتلاقي البيت كله ريحته تحفه. يا رب دايما بيوتكم عمرانه بالخير والحب والريحه الحلوه والنظافه، لان احنا مسلمين وديننا دين النظافه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.